السلام عليكم خواتاتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو هذا. صراحه الاصدقاء في هذا الفيديو هذا اغلبيه الرجال وشويه من العيالات ما غاديش يحملوا هذا الفيديو هذا. هو في الصراحه الا جيتي تفكر وتشوف العمق ديال هذه الهضره اللي غادي نهضر عليها، راه خص الواحد ياخذها بعين الاعتبار. الاصدقاء نبداو بالرجال الاصدقاء، واحد البلان فيهم. شوف، حنا ملي الواحد كيتزوج، راجل ملي كيتزوج وهذيك الانسانه اللي جا معاك ومراتك راه ما بقاش على اساس انها صاحبتك او شي وحده غيرك تعرفها غير وقت غادي دوز بها الوقت وغادي تمشي تصيفطها. لا، راه مهما كتكون هذيك السيده مراتك راك انت مسؤول عليها. راه مهما خديتيها من عائلتها راه ما بقاتش امانه عند والديها، راه ولات امانه في رقبتك. يعني مهما تزوجتي بديك السيده راه ولات امانه عندك وخاصك تهلا فيها. حنا للاسف عندنا الاغلبيه عندهم واحد الفكر في المغرب مثلا. انا ما كنهضرش على كل شيء، ولكن كاين غالبا هذا البلان هذا كاين بزاف عندنا. الراجل دائما كيبغي يطبق واحد الديكتاتوريه الاصدقاء على اساس على المراه ديالو، انه خاص يكون هو اللي في الطوب، ما يدير حتى شي حاجه، المراه هي اللي دير كل شيء. ولا عاونها كياخذ هذيك الفكره ديال ان الراجل اللي عاون مراته مثلا في شي حاجه، في ايتها حاجه، كيتسمى ماشي راجل. كيبقى يتسوق لهضره العائله، لهضره الناس، ان هذاك راه ماشي راجل، راه كيعاون مرته. وهذيك الانسانه راه كنعاود نقولها، راه ماشي صاحبتك او شي حاجه، راه ديك الانسانه راه مراتك. راه الا عاونتيها وداك الشيء راه ربي اللي كيجازيك، ماشي العبد اللي بقى كيهضر وداك الشيء. راه حنا للاسف عندنا واحد البلان. نعطيكم مثال. الراجل ما كيقدرش، راه هضرت على هذه القضيه في واحد الفيديو شحال هذه، ولكن ما طرقتش ليها مزيان. مثال الاصدقاء ان حنا في المغرب الاغلبيه وكلشي غادي يكون تقريبا متفق معايا في هذه الفكره هذه. الناس ملي كيكونوا مزوجين، وانا كنهضر على اللي مزوجين، ما كنهضرش مع واحد مصاحب مع شي وحده ولا شي، كنهضر على اللي مزوجين. عنده عيب يشد مثلا في ايد مرته قدام ولادو، يبين ليها واحد الحب قدام ولادو، كيقول لك لا حقا حنا ثقافتنا لا، هذه الديانه لا، حنا حرام لا ما نديرش هذاك الشيء قدام عائلتي. وانت ماشي كدير شي حاجه اللي خايبه، شاده بالايد ديالك تبين واحد الحب لهذيك السيده قدام وليداتك. حتى الا كبروا وليداتك غادي يكونوا تمام متحمسين لواحد الحياه حتى هما بحال الحياه ديال والديهم. ولكن للاسف هذا الشيء ما كيبينوش ليهم. ولكن شنو اللي كيبينوا؟ الا كان شي حاجه ديال العنف عنده زايد ناقص. الا كان غادي يدخل له واحد كروش يضرب مراسو قدام ولادو عادي، كان غادي يتناقر معاها ويتضارب معاها قدام ولادو عادي. ولكن باش غادي يبين لوليداتو واحد الحب لمرتو، كيتهلا فيها، كيعنقها مره حيت هذيك راه مراتك، هذيك راه ماشي شي وحده جايبه من الزنقه ولا غادي تصرف على شي وحده من الزنقه وغادي لك رزقك وغادي تصيفطك. راه مراتك، راه اي درهم خسرتي عليها راه تستاهلوا. حيت علاش؟ راه هذيك السيده راه موت ولادك، راك تصب لك، توكل ولادك، كتهلا فيهم، وانت كتبدا الخارج برا وهي تبقى مقابلاهم. وحنا غادي نهضروا على المراه السلبيات اللي فيها. حنا دابا كنهضروا غير على هذا الفكر اللي عندنا حنا في المغرب. بحال واحد البلان، انا كنت عشو واحد الدري هنايا شحال هادي، يلاه جيت لهنايا لبريطانيا، كنت تعرفت على واحد المغربي، وسبحان الله العظيم كان خارج معنا ولده، وغادي كندوروا، وولده حاشاكم دار داكشي في الكوشه ديالو. وتخيلوا معايا، اقسم بالله العظيم، يعني داكشي الحاشاكم راك عرفتوا شنو دار ولده؟ ما قدرش يبدل لي كوشه. شنو هو الجواب ديالو اللي كان؟ لا ما كنعرفش، لا راه خليتها تجمو. وتخيلوا النهار كامل هو طيب في هذاك الشيء في الكوشه عنده. يعني هنا اشنو بين ان المراه هي اللي كدير كل شيء، انني انا ما نديرش داك الشيء، وهذاك راه ولده الا درتيها راه جات معاك. انت كي بغيتي غدا ولا بعدا ملي تكبر تقول ولدي خصو يتهلا فيا، الا ما صيفطكش لدار العجز راه ما منو عيب. راه انت ملي كان بصغره ما كتقربش ليه، خليتيه طيب النهار كامل. يعني هنا هذا هو الفكر اللي عند شي رجال. انا ما كنجمعش كل شيء، عند شي رجال كتبقى ديما يبان لهم هذيك القضيه انه يبقى ديكتاتوري ويبقى عنده ديك السيطره، انه ما يدير والو، المراه هي اللي دير كل شيء. يعني لدرجه ولده دير داك الشيء في الكوشه وما قدرش يمسو النهار كامل. علاش؟ كيقول لك انني انا راجل ما نقدرش ندير داك الشيء. لا، هذاك الشيء ديال المراه، وراه هذاك راه ولدك، راه ماشي شي براني. راه الا تهليتي فيه، الا ما كانتش مو، راك انت اللي خاصك تكون مسؤول عليه. وواخا تكون امو في الدار وتكون هي مشغوله مثلا كتصب تغسل المواعن الطيب، انت دير هذاك الشيء عادي، لحقاش راه ولدك. واش تخليه هكاك طيب في هذاك الشيء؟ انا كنهضر على الناس اللي فيهم هذه الفكره هذه، من غير داك الدري اللي كنت كنعرفونا شحال هذا الشيء، راه شحال تقريبا شي 4 سنين. يعني انا عطيتكم هذه الفكره هذه الاصدقاء. احنا عندنا هذا البلان هذا خايب بزاف في المغرب.
حنا ديما كنسمعوا الهضره وعندنا واحد البلان بحال نعطيكم واحد المثال، حتى باش تعرف حنا عندنا بزاف الناس منافقين. نعطيكم مثال. كان واحد بحال النكته هذه، واحد الاب سول ولده في المغرب مثلا، سول ولده قال ليه ولدي قول لي شحال كاينه من الديانه. ولده تا هو جاوبو قال لي كاينه بابا كاينه الديانه الهندوسيه، كاينه المسيحيه، كاينه اليهوديه، كاينه المسلمين وكاينين حنا. وقال لي با انت كيفاش كاينين حنا؟ ياك حنا مسلمين علاش ما درتيش مع المسلمين؟ قال لي انت كيفاش درتي بغيتي تقول واحد حنا مسلمين وواحد كيقول لك ما تاكلش الحلوف راه حرام وكيمشي يسكر، ولا واحد كيقول لك لا هذاك الشراب راه حرام وهو كياكل في اللحم عباد الله بالنميمه. يعني هنا هادو هو الافكار اللي بغيت نقول لكم الاصدقاء. الا بغيتي تراجع الناس راجع نفسك انت هو الاول. الا بقيتي تصور هضره بنان ولا تقولها لك شنو كيدير راه تتفك. حنا راه الصراحه راه كاع فينا عيوب الاصدقاء مني انا وجبن، ولكن خاصنا حنا نراجعوا نفسنا. وكيفاش بغيتي تراجع نفسك؟ انا اللي دابا تعلمت واحد القضيه الاصدقاء، انني ما ندخلش السوق عباد الله، ولكن فاش ندخل كنشوف انا الحاله مدنيه، هذاك الشيء اللي موجود في حاله مدنيه هو اللي ندخل فيه مراتي ولادي فقط. شي تا خوك اختك وداك الشيء ما تسوقش، علاش؟ راه كلهم غادي ينعس في قبره، ولكن اللي مسؤولين عليك وهما ولادك ومراتك. الا بغيتي تعطي شي واحد شي نصيحه عطيها ليه، ما بغاش خليه يدبر راسو. اما اللي غادي تدخل فيه هو داك اللي في حاله مدنيه تعطيهم النصيحه. وهنا الاصدقاء انا بغيت غير نصح في هذا البلان هذا ديال اللي جبدته انا على اساس الراجل ما يبقاش ديكتاتوري مع مراته. عاد لقيت بزاف كيفكر في هذه الهضره هذه. وهنا غادي نرجعوا للمراه. المراه كي بغيتي هذا الراجل غادي يبغيك ويتهلا فيك وهو جاي من الخدمه كيلقاك لابس السروال عادل امام. انا قلت هذه الخطره داك الخطره في واحد الفيديو. كيدخل للدار يلاه جاي من الخدمه ضارب تماره، كيبغي يكون محمس انه يدخل للدار كيلقاك دايره 4 كيلو ديال الحنه في راسك. كيولي كيشوف بعض المرات ما كيسحب راسو، كيولي شاك في راسو، كيسحب مزوج ابراهيم ولا مزوج عبد السلام ولا كيولي شك واش هذيك مرا ولا راجل. يعني تتهلاي في راسك. بغيتي داك الانسان يبغيك، حيت علاش؟ راه الا بغيتي الراجل يبغي ولادو راه خاص مراته تكون مهليه فيه. راه هذه كون متاكد من هذه القضيه هذه. واش هو كيجي كيلقاك دايره لابس سروال عادل امام ودار واحد اللبس بشكل، وهي الله يحسن العوان. راه كتكون المراه هي مسكينه الله يحسن العوان ملهيه مع وليداتها مقابله، ولكن على الاقل تقادي واحد شويه. حتى هادشي راه كنعيشوه بزاف. كي بغيتي هذا الراجل يبغيك وانت دايره هذيك الحاله، وانا ما كنعممش، بغيتي يبغيك فوا تعرفي انه جاي من الخدمه تهلاي في راسك، باش هو ملي يشوفك باش الغد ليه ملي يكون هو خدام وعنده ستريس وداك الشيء يكون متحمس يرجع للدار. انت كي بغيتي يبغيك وانت دايره هذيك الحاله وكيولي كيقول انا راه مزوج ابراهيم انا ماشي ببرا. يعني هذا الشيء اللي بغيت نوصل لكم الاصدقاء. كنتمنى تكون الرساله وصلات. الصراحه الا كنتي غادي دير شي حاجه على مراتك راه مراتك هذيك، مابقاش تسمع هضره بنادم حق الا دار داك الشيء راه ماشي راجل، الا دار هكا على مراته راه ماشي راجل. واش هذيك صاحبتك كيف قلت لكم في الاول؟ واش هذيك غادي دير لك رزقك وغادي تمشي؟ راه مرتك. ولا كانت كتستاهل هادشي راه باش نعاود نرجع لواحد النقطه. الا كانت كتستاهل ان هذيك السيده، حيت كتلقى شي سيده مسكينه تستاهل تسمع الراجل دير عليه اللي ما يدار، ولكن هو كتلقى ديكتاتور خايب في المعامله معها، كيبغي هو اللي يكون مسيطر على كل شيء. عادي ما فيها باس اللي عاونتيها، ما فيها باس اللي درتي معها شي حاجه، راه كتلقى هذيك انسانه في رقبتك لان امانه مهما جبتيها من عند والديك من عند والديها راه كتكون امانه من عند الله سبحانه وتعالى ومن عند والديها. هادشي اللي الواحد خصو يعرف هاد الامور هذه. ونعاود نقول راه هذيك الانسانه ماشي صاحبتك. حيت علاش انا هضرت على هذا الموضوع شحال هذه على اساس المدام معاها التعامل وداك الشيء، كيقول لك ولا ما خاصك دير هكا لا هكا، ولا شي وحده مغربيه كتقول لك واكو كانت مغربيه ما ديرش معاها هكا. وانا عمرني عيطت شي مغربيه وديما المغربيه فوق الراس، ديما كنقولها لكم خاصك غير انت تراجعي نفسك كيفاش كتعاملي مع راجلك، وحتى هو كذلك يراجع نفسه كيفاش كيتعامل معاها ومع ولادو. ودائما هذا هو المشكل اللي كنطيحوا فيه ديما ديما ديما، وهو ما كيبينش داك الراجل ولا ديك المراه، وكثير شي الراجل ما كيبينش واحد الحب لمرته قدام ولادو، كيقول لك لا عيب لا حشومه. وانت راه ماشي كدير شي حاجه خايبه، الا عنقتيها وداك الشيء راه مرتك، الا شديتي لها من اليد وغاده في الطريق راه مرتك. ولكن الا جيتي للعنف يشوفك اللي في الزنقه ماشي مشكل، يشوفوك ولادك ماشي مشكل. يعني غدا ولا بعدو بنتك غادا تشوفك انت كتضرب في امها
راه غدا ولا بعدا هي تولي خايفه، تقول هذا الزواج انا بغيت به، وولدك كذلك يقول لك ديما الوالد والوالده مشاكل، يقول لك اش بغيت نمشي زواج. ولكن اللي كنت كتبين واحد الحب لمرتك قدام ولادك، راه تما غادي يكونوا متحمسين لهاد الحياه اللي عايشه انت ومرتك. هما كيترباو، ولدك ملي كيكبر راه غادي يتهلا في مرته حيت شاف باه كيفاش كيتهلا ليه فمه، وبنتك كذلك حتى هي غادا تلقى شي ولد الناس اللي غادي تهلا فيها، وغادا تعرف القيمه ديالها من خلال الاب ديالها كيفاش كان كيعامل مرته. عاد غادي تعرف القيمه، غادي تقارن. يعني هذا هو اللي باغي نوصل لكم الاصدقاء. الله يدير شي تاويل، انا عطيت غير هاد النصيحه هذه، هضرت على هذا البلان هذا لحقاش شفت بزاف غالطين في هذه الفكره هذه، وبغيت نشارك معكم هاد الامور هذه اللي الصراحه راه امور اللي مهمه باش تبغي تنجح هاد الحياه الزوجيه ديالك. الله يدير شي تاويل الاصدقاء، كنتمنى تكون الرساله وصلات. انا ما عرفتش كيفاش نوصلها، ولكن لا تعمقت راه غادي تفهمني شنو بغيت نقول. وهذا ما كان الاصدقاء، شكرا لكم بزاف، تلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر، الله يسهل عليكم، مع السلامه.